السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد. اتمنى ان انتوا تكونوا بصحة وخير وسعادة يا رب دايما ان شاء الله. النهاردة بقى روتين كده خفيف، روتين المرأة العاملة. انا طبعا زعلت ناس كتير مني اول الفيديو اللي فات اللي شكرت فيه المرأة العاملة. يا جماعة والله العظيم كل امرأة لازم نشكرها ونبوس راسها ونبوس ايدها على المرار الطافح اللي هي عايشاه. والله العظيم يعني احنا خارقين. والله ما تقلليش من نفسك ابدا يعني. كذا حد شافني بعد الفيديو اللي فات ويقول لي يعني هي المرأة العاملة بس اللي هتشكريها؟ لا والله العظيم المرأة على بصوا وجه عام كده. دي كنت بوريكوا مصروف اليوم، مصروف اليوم. كنت هنا بعمل قهوة. نرجع تاني لمرجوعنا. المرأة العاملة والمرأة الغير عاملة نشكرها، وبصراحة على المجهود اللي هي عاملاه مع أطفالها، مع بيتها، مع زوجها، مع أهلها. بصي انتي اللي هو ايه، بترضي الكل، مش مهم نفسك، انتي لازم ترضي الكل ومش مهم نفسك. هنا بقى زي ما انتوا اتعودتوا معايا ان انا لازم ارضي نفسي مهما كانت الدنيا جاية عليا. لازم ابدأ يومي كده بحاجة لطيفة علشان ابقى فريش. انا بضحك دايما فما بحبش اكشر. فلازم بقى اهون على نفسي كده تعب اليوم. اخدت القهوة بتاعتي وطلعت شربتها كده ايه على السطوح. طب ليه ما تطلعيش البلكونه يا دودي؟ لا والله ما بحبش اطلع البلكونه، احب اطلع على السطوح كده مني للسما. انا بحب شكل السما جدا والسحاب. يلا ربنا يجعل ختمنا خير يعني ان شاء الله. متفائله جدا يا جماعه والله. لا والله انا بحب اشوف السما وبحب اشوف السحاب وبحب اشرب قهوه، فلما بجمع الاتنين ميكس مع بعض انا ببقى مرتاحه. اليوم ده بقى بعد ما شربت القهوة رحت الشغل، طبعا طلع عيني في الشغل. رجعت بقى ايه، برجع اللي هو ايه، باخد الصدمة على طول. لازم ادخل على المطبخ، ارجع كده اصلي واغير واروح داخله على طول على المطبخ. انا الكبده دي كنت متبلاها من بالليل، طبعا لازم اعمل اي حاجه تريحني الصبح. لو مثلا هعمل لحمه ببقى سلقاها من بالليل، لو هعمل فراخ سلقاها من بالليل، لو هعمل محشي مسبكه من بالليل. لازم الحاجه تتعمل على مرتين. الكبده البانيه دي انا كنت جايباها، تبلتها بس بالليل كده بتتبيلة بسيطة جدا، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة وجوز الطيب وشوية ايه توم باودر. كنت مكسلة اقشر توم، والله العظيم كنت مكسلة فعلا اقشر توم فحطيت توم باودر. ما يجراش حاجة، طلع طعمها حلو برضو وتحفة جدا. وانا عارفة ان التوم الفريش كان هيديها طعم احلى، بس برضو التوم الباودر قام بالواجب يعني الحمد لله. هنا كان المفروض ان انا هجيب لها ردة وانا راجعة واعملها يعني ايه مشوية بالردة، بس طبعا ولادي اصلا ما بياكلوهاش، فمرضتش ان انا ايه اكرههم فيها اكتر يعني، استغفر الله يعني. فمرضتش ان انا احط كمان ردة عليها، مش هيرضوا ياكلوها خالص. ده انا عملتها كده على الجريل وكان شكلها يفتح النفس، وبرضو اللي هو عانيت معاهم علشان ياكلوها، حرفيا عانيت. هنا بس كنت بحمر مكرونة وهعملها بالصلصة. عملتها زي كده ايه المبكبكة، بس من غير اللحمة ولا فراخ ولا حاجة. انا عملت المكرونة المبكبكة بس من غير اي حاجة، اللي هو ايه المكرونة بالصلصة. فاهمين انتوا ازاي؟ بس لازم كل حاجة ندلعها كده. ايه المكرونة بالصلصة قلنا عليها مبكبكة، قال يعني اشمعنى المكرونة اللي مش هتتدلع يعني؟ ما تبصيش على نفسك ان انت مش متدلعة، عادي، احنا محطوط علينا، الدنيا جاية بظهرها حطت علينا عادي جدا. تقبلي الامر بصدر رحب عادي يعني. بس هنا كنت بضرب الطماطم زي ما احنا مضروبين في حياتنا ومع عيالنا كده. اه والله. وبصفيها، انا بحب اصفي الطماطم جدا، لازم في اي حاجة حتى لو محشي لازم اصفيها. القشر اصلا بيتعب المعدة، وغير كده بيبقى باين كده في الاكل فبيبقى مش لطيف خالص بالمرة يعني. انتي عملتي كل حاجة فتميها. بس هنا بقى مش عارفة ليه بحب برضو وانا بقلب المكرونة اقلب الحلة. اقلب الحلة كده نصها عليا، اللي هو خلاص دي هتدلق عليك يا ولية. لا برضو بحب اقلبها. هنا كنت بحط باقي الكبدة، كان طعمها تحفة، عايزة اقول لكم طعمها تحفة بجد.
تتبيلة بسيطة جدا والتسوية ابسط منها، ابسط ما في الكون، بس طلع طعمها تحفة. نرجع بقى للمرأة العاملة والمرأة الغير عاملة. عايزة اقولك نصيحة كده خديها مني، والله بجد نصيحة بقولها لكل الناس حواليا. انتي قضيتي يومك زي ما اتقضى، هو كده كده اليوم هيعدي. عدى على وشك جابك على الاسفلت مش مشكلة، عدى عليك يوم لطيف وظريف وضحكتي واتبسطتي، كله هيعدي. بس نصيحة مني، لو عدى عليكي يوم مش لطيف بالمرة وانتي تعبانة ومرهقة اولادك عصبوكي، اتنرفزتي، اتعصبتي، ضغطتي كتير اليوم ده، اعملي حاجة لاخر اليوم كده لنفسك. يعني خدي شاور دافي، اشربي حاجة بتحبيها، مشروب بتحبيه بتفضليه كده وانتي قاعدة لوحدك، طفي النور كله، خلي ضوء بس اباجورة، تلفزيون، اي حاجة ضوء خفيف كده واقعدي فيه. والله انا كانت بتوصل عليا اوقات اللي هو انا قاعدة بس. طب نام يا بنتي اكسبي راحتك، لا انا قاعدة بس اللي هو ايه، هكسب راحتي، بس هكسب راحتي قبل ما اكسب راحتي بقى وانام. لازم اهدي نفسيتي كده واهدي نفسي واهدي اعصابي. والله كان ممكن اوصل لايه، لمرحله ان انا افضل قاعده ساعه كده مكاني، ما بعملش اي حاجه، ولا بتكلم ولا ماسكه تليفون ولا بص على تلفزيون ولا اي حاجه، بس قاعده مكاني كده ساعه، لحد ما احس ان انا خلاص نفسيتي هديت. نسيت بقى تعب اليوم كله، الارهاق راح، ابتدي بقى اشوف هنام، هقوم اعمل حاجه. لازم 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 تخصصي وقت لنفسك، لازم. اول اليوم بقى، اخر اليوم، وسط اليوم، مش مشكلة، المهم ان انت تخصصي وقت لنفسك، ما تنسيش نفسك في وسط ضغوط الحياة، في وسط مشاكل العيال، في وسط حاجات كتير ممكن ننسى فيها نفسنا وتأثر على اعصابنا وتدخلنا في اكتئاب وتخلينا ناخد ادوية ونروح لدكاترة، فبلاش. انا بشوف امهات والله العظيم وحياة ربنا ما شايلين هم اي حاجة، اهم اي حاجة، وتلاقي وشها منور وشها قد كده ما شاء الله، الله اكبر يعني، اللهم بارك، بس هي سايبة عيالها. فاهمين؟ هي مش شايلة مسؤولية عيالها خالص، فطبيعي نفسيتها تبقى كويسة عادي. هنا بقى المبكبكة الارديحي، شايفين شكلها عامل ازاي والصوص فيها عامل ازاي؟ كان طعمها تحفة بصراحة، تفتح النفس جدا. وشوية السلطة لازم كده ألوانات على الصينية علشان تفتح النفس، العين بتاكل قبل البق يا جماعة. والكبدة بقى بعد ما بقت خطيرة 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 بجد، تتبيلة بسيطة بس الطعم تحفة، مش عشان انا اللي عاملاها ولا حاجة، لا والله بجد كانت تحفة. الكبدة برضو من الاكلات اللي مش بتبقى عايزة توابل كتير علشان طعمها يبان. هنا بقى جات لي هدية، والله زي ما بقولكوا كده، رنت عليا قالت لي ايه، شوفي على السلم كده حطلك هدية، ابصي يا اختي او شوف ايه الهدية، الاقي ايه، برطمان لفت. والله حياتنا كلها لفت، ما انا عاملة برطمان لفت. طب قلت الهدية مثلا هتبقى ايه، حاجة حلوة، حاجة كلها، حاجة البسها، لا برطمان لفت. الحمد لله على النعمة، كتر خيرك والله. لا والله بجد كتر خيرها، يعني ان هي افتكرتني. هنا بقى خلاص انا بظبط بشطب حوضي. ما تعملوش حوض في المطبخ يا جماعة، المواعين بتتكاثر، والله العظيم. هي انا على المواعين. المشكلة بقى ايه، ان انا عندي غسالة اطباق، بكسل اشغلها، يعني مش بكسل اشغلها بكسل اشغلها، لا اللي هو ايه، لو في حاجات بسيطة زي كده مش بحب ان انا اركن في غسالة الاطباق واستناها لما تتملي، لا بروح اعملهم على طول، فما فيش حاجة بتتكوم عليا، فاهمين ازاي؟ غسالة الاطباق من الاجهزة المهمة جدا 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 في بيتك. يعني انا مثلا بتيجي عليا اوقات ببقى تعبانة مش قادرة اعمل حاجة، مش قادرة اغسل اطباق، مش قادرة اغسل اي حاجة في المطبخ، بحط فيها. اوقات تاني بيبقى عندي عزومة، عاملة حاجات كتير. اوقات تانية بيبقى في رمضان مثلا عندي عزايم، عندي حاجة، عندي مناسبة كده، بصوا بتلملي كل حاجة، فهي مهمة جدا 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 بصراحة. اوقات بعتمد عليها واوقات تاني ببقى اهملتها خلاص ومش بشغلها. اي نعم انا بتعب طبعا وبيجي على صحتي، بس الاوقات بقى اللي انا بشغلها فيها بجد بتبقى ايدي ورجلي في المطبخ. لو معلقة كده بحطها في غسالة الاطباق،
والناس اللي بتقول ان هي مش بتنظف ولا اي حاجة، ده كفاية بس التعقيم بتاعها. كذا حد لما شافها عندي قال لي لا دي ملهاش لازمة، دي مش عارفة ايه، مش هتبقى زي غسلنا برضو والكلام ده. ايه يا جماعة، ده كفاية التعقيم بس، الغسالة فيها برنامج تعقيم. فما شاء الله عليها يعني، اللهم بارك، حاجة من الحاجات اللي انا ممتنة جدا ان هي عندي. آه، انا عارفة ان اسعار الاجهزة دلوقتي بتبقى تفوق التوقعات يعني، بس لو انتي في مقدرتك ان انتي تجيبيها، او انتي عروسة وبتجهزي وهتجيبيها، لا واللي هو ايه مترددة اجيبها ولا ملهاش لازمة، لا هاتيها. دي ليها 30 لازمة. هنا بقى بعد ما غسلت المواعين وسبتها تتصفى، كنت خلاص بلمها بقى، بدخل كل حاجة مكانها كده عشان المطبخ يهدى. انا غيرت مكان الصفاية دي برضو، هبقى اوريكم حطيتها فين، وبقولوا لي رأيكم بقى حلوة ولا نوتي ومش حلوة. برجع بقى كل حاجة كده في مكانها علشان الدنيا تروق كده عندي وتبقى ايه لطيفة يعني. المعالق برضو بعد ما اتصفت وكل حاجة. لو وصلت لحد هنا في الفيديو اعملي لايك وكومنت عشان ابقى عارفاكي وفاكراكي، واثبتي وجودك يا اختي منك ليها، علشان وحياة ربنا اول القناة ما هاخد منها فلوس هدلع كل المتابعين اللي هم ايه متابعيني بلايك وبيثبتوا نفسهم بكومنت. انا ناس كتير بشوفها يا جماعة بيقعدوا يحكوا لي على حاجات في الفيديو، طب ما تعملي لايك وكومنت عشان اشوفك. ارفعي لي الفيديو يا ستي، ارفعي الفيديو ياما، القناة بتضيع مني يا اخواتي. اليوم ده بقى كنت موصية بتاع الفراخ على فرختين كده وبانيه، فقلت ايه بقى اقطعهم واظبطهم واغسلهم وانقعهم علشان احطهم في الديب فريزر يبقوا جاهزين معايا اي وقت بقى اطلعهم، يبقوا نضاف مغسولين منقوعين فيهم كل حاجة ايه متظبطة. اوقات كتير برجع من الشغل بصراحة اللي هو انا مش عارفة لسه هعمل ايه، فاهمين؟ فيبقى عندي الحاجة جاهزة عندي بتريحني اكتر. وبرضو الحاجات دي لما بنجهزها في الديب فريزر او في التلاجة بتنفعنا في رمضان، في يوم احنا تعبانين فيه. وكل سنة وانتم طيبين طبعا، ايه رمضان قرب وان شاء الله نعمل التفريزات بتاعت رمضان مع بعض. انا عارفة برضو ان الاسعار ما تساعدش دلوقتي خالص ان اي حد يعمل تفريزات ولا يجيب حاجة يعني كمية. انا همشي معاكم واحدة واحدة، واللي هجيبه هعمله وهفرزه وهقولكوا عليه. ما فرزتش يبقى الحمد لله. الحمد لله على النعمة، نمشي يعني واحدة واحدة مع بعض كده. هنا بقى المحلول للنقع اللي انا ايه معتمداه، انا بحط معلقة ملح، معلقتين ملح اهو، معلقتين سكر، هحط خل مثلا ربع كوباية. انا بحط المقادير كده بالعين مش بعاير، بس انا هقول لكم يعني. بحط 3 معالق دقيق وورق لوري، وبحط بقى ليمونتين كده اعصرهم وارميهم بالقشر بتاعهم. الليمون انا كده كده غسلاه ونضيف يعني بحطه، وبقلب كل ده مع بعض كده ميكس، وازوده بقى لتر ميه. بعد ما غسلت الفراخ، وانا بحب اشيل الجلد من الفراخ، بشيل كل الجلد من الفراخ، مش بخلي اي جلد خالص لان الجلد اصلا مش صحي. بغسل بقى الفراخ كده تحت الحنفية، وبعدين بحط لها محلول النقع. الفراخ بقى بسيبها في محلول النقع كده ساعتين او ساعة عادي اي وقت يعني. انا اليوم ده اصلا كنت مشغولة في المطبخ فنسيتها فترة يعني، بس عادي طلعت احلى برضه. محلول النقع برضو من فوائده ان هو بيفتح لحم الفراخ وبيشيل الزفارة وبيشيل الدم منها. بصوا السحلة اللي كنت فيها اليوم ده، عايزة اقول لكم ان انا نزلت المطبخ كله، معرفش ليه بجد والله، مش عارفة ليه. انا لحد اللحظة دي انا بسأل نفسي ليه انا نزلت المطبخ. وده السجاد بعد ما اتغسل، شايفين يا ولاد ابيض وده كان فيديو النهاردة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسيش اللايك، الدعم بتاعي يا عيلتي الجميلة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.